تخيل معايا انك راكب اسانسير وفجأة دخل صاحب الشركة اللي بتحلم تشتغل فيه وما قدامكش وقت تكلمه فيه غير المسافة ما بين ركوبه الاسانسير ونزوله منه، واول ما جيت تفتح بقك لسانك عطل واتلجلجت ومعرفتش تقول ايه، ووصل الراجل للدور اللي كان طالبه وضاعت فرصتك. مع انك لو كنت مجهز الاليفيتور بيتش بتاعك كان زماننا دلوقتي بنبارك لك وبنقر عليك وبنقول لك يا ابن المحظوظ يا فوزي. طب يا ترى ايه بقى الاليفيتور بيتش ده وايه الهدف منه وامتى استخدمه؟ ده اللي هقوله لك في فيديو النهارده. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. الاليفيتور بيتش هو الاسلوب او الطريقه اللي بتقدم بيها فكرتك، سواء منتج او خدمه او انت شخصيا. المهم يكون باسلوب واضح وصريح وما يزيدش عن دقيقه، وكل ما كان اقل كل ما كان احسن. والاليفيتور بيتش لو انت متدرب عليه صح واقنعت اللي قدامك بيه فانت ممكن تكسب فرصه تاهلك لوظيفه او بيزنس احسن، وكمان تزود في الكونكشنز بتوعك. ده غير انك هتكتسب ثقه في نفسك وانت بتعرف نفسك على حد جديد. وده بقى ياخدنا لسؤال مهم: امتى استخدم الاليفيتور بيتش؟ انت تقدر تتعامل بالتكنيك ده في اكتر من حاله، زي وانت بتجاوب على سؤال introduce yourself في الانترفيو او في الجوب فير، وكمان وانت بتقدم برزنتيشن، او لو انت صاحب فكره او مشروع وعايز تقنع الطرف الثاني بفكرتك. المهم يكون اسلوبك ممتع ومقنع ويخلي الناس عندها فضول تعرف عنك اكتر وعن فكرتك. وعشان تبقى حريف في الموضوع ده انت محتاج تعمل حسابك في 4 حاجات. اول حاجه، حضر الكلام ده مكتوب وحاول يكون في رينج من 30 ل 45 ثانيه. 30 ل 45 ثانيه ودول هقول فيهم ايه؟ هتعرف نفسك وتقول انت مين، مؤهلك ايه، وخبراتك ايه، ومهاراتك ايه، وايه اللي هتقدر تضيفه لو اخدت الفرصه دي. ويا ريت لو في اتشيفمنتس حققتها تتكلم عنها بايجاز. تاني حاجه، خلي كلامك وهدفك واضح وصريح. تالت حاجه، اظهر في اسلوب كلامك قد ايه انت شخص ايجابي ومرن. رابع واخر حاجه، حاول تخليك جاهز بالبيزنس كارد بتاعك، او ممكن تعمل لنفسك QR كود بلينك فيه كل الكونتاكتس بتاعتك، ويا ريت لو في نسخه من السي في كمان. وارجوك خد بالك من 6 حاجات هقول لك عليهم عشان ما تبوظش كل المجهود اللي عملته. اول حاجه، ما تتكلمش بسرعه عشان اللي قدامك يسمعك ويفهمك كويس. بكل بساطه اختار اهم المعلومات عنك واتكلم فيها باسلوب يشد الناس عشان يفضلوا فاكرينك. تاني حاجه، مش لازم تقول مصطلحات مكلكعه وما تتفهمش، ولا تقول كلام بلغه تانية وانت مش واثق في نطقه. تالت حاجه، حاول ما تخرجش بره تراك الموضوع اللي بتتكلم فيه، وما تخليش كلامك ياخدك في سكك تانية مش وقتها. رابع حاجه، لو في حاجه ما بتحبهاش او قلقان منها ملوش لازمه تتكلم فيها دلوقتي، وافتكر ان الوقت قليل. خامس حاجه، ادي فرصه للي قدامك يسالك لو في حاجه مش واضحه. سادس حاجه، كتر التدريب ممكن يخليك تقول الكلام بطريقه تبان ممله، عشان كده حافظ على ابتسامتك والبادي لانجوج بتاعتك وانت بتتدرب. وكده ما عادش فاضل غير ان اقول لك ازاي تتدرب على الشغل الحلو اللي انت كتبته ده. شوف يا سيدي، انت ممكن تتدرب على الاليفيتور بيتش بطريقتين. الطريقه الاولى قدام المرايه عشان تكون طبيعي وشايف حركات جسمك وسامع صوتك. الطريقه الثانيه انك تعمل رول بلاي مع حد من اصحابك، وبكده تستفيدوا انتوا الاثنين. وبس يا سيدي، ودلوقتي عايزك تعمل سيف للفيديو وترجع له تاني، وبعد ما تطبق كل اللي فيه قول لي في الكومنتس الاليفيتور بيتش بتاعك وصل لكام ثانيه، وكمان ما تنساش تقول لي كنت تعرف عنه ولا لا. ولو استفدت من الفيديو اعمل فولو ولايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس المهتمه بسوق العمل. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.